الناس لازم بقى تأمن نفسها للاسف والله المخدرات ضيعت جيل كامل يا اخي. حتى على الاقل نقدر نساعد حكومتنا ان هي يعني تقل وتحد من الموضوع ده بدون ما يقولوا على البني ادمين اللي هيجوا في الكاميرات دي. كمان يا باشمهندس اسلام الموضوع هيزيد زياده، الابواب بقت كتير دلوقتي وسرقه البلاعات، الكفرهات بتاعت الكهرباء بقوا يسرقوا الغطا بتاع الصندوق، الغطا الحديد اللي زي ده كده بتاع الصندوق بقوا يسرقوه. شوفت الكاميرا ذات نفسها بتخوفهم مخليهم هو الحرامي بيخش المكان حتى لو كاميرا بايظه اصلا او اي حاجه هيعمل غلط هيعدل من سلوكه ويمشي، بس هو عارف ان هو هيتجاب، ان هو اندر كنترول متصور بالظبط. ابو بالليل يا هندسه لو طفينا النور بتاع المدخل ده الصوره هتيجي الإضاءة بتاعتها فول كلر، بتصور طبعا في الليل. البواب مش 24 ساعه قاعد، البواب مش فرض امن، باشا البواب بينام، البواب بينام، ففي حراميه بيخشوا يلاقي كاميرات، انا بعمل حاجه غلط هتحبس، ده الحرامي عايزين هيجيبوه، هم عارفين الدوائر وهيجيبوه. والله العظيم انا بعمل الموضوع ده بقى برضه لاجل اسلام اخ ليا انا، واول مره وهو عارف بجد ان انا اطلع في سوشيال او ميديا وانا بعمل اعلانات. لا بارك الله فيك. بس انت احنا بتوع رساله، انت بتقدم حاجات كويسه. لو في اي ست مش غير مقتدره كبيره في السن عايشه بطولها مفيش حد بيصرف عليها، عايزه اي حاجه في صيانه الدش كاميرات ده لله صح، لله بدون اي اللي فيها لله ما بتغرقش، هو ده الكلام. ايا كانت هي فين انا هتواصل معاها واروح لها والوجه الله تعالى ومش عايز اي جنيه. وكل دوت علشان قناه صوت الشارع بتاعت الاستاذ اسلام عليوه، طبعا راجل فوق المحترم بشويتين، ولا هو محتاج برضه للسوشيال ميديا ولا الكلام ده، لان الراجل ده راجل شغال في شركه الكهرباء، راجل محترم وقد الدنيا. وبس احنا برضه والله يعني احنا بنحب ليك توعيه لاخواتنا واخواتنا اللي موجودين على السوشيال ميديا عموما. وعي نفسك وساعد غيرك، هي مجموعه حلقات ايه هي احنا في ايدينا ايه كمواطنين نقدر نقدمه علشان نساعد بلدنا ونساعد ان احنا نجيب حقوقنا في اي وقت. في ناس ممكن تقول انت بتطلع كده يعني بتكبل والكلام ده، لا لا خالص، احنا بنساعد الناس دي. مصر جيشها شعب وشعبها جيش، وحكومتها وداخليتها نحترم كل حد فيها. يبقى معاك حرامي ساعة مصيبة وانت رايح تاخد حقك وتطالب بيه في الاسم عشان تطالب رجال الشرطة بالتدخل، لما تجيب لهم فيديو ليه وتجيب لهم صورة ليه هنا بتظهر عن طريق الكاميرات دي، تمام، وتطالب بحقك، حقك لازم يجي، ده حقك. ليه؟ لانك انت ساعدتهم، قدمت اللي تقدر عليه كمواطن، وهم اكيد رجاله وقد الدنيا ويقدروا يجيبوا اي حد. عشان تاخد حقك النهارده محتاج تصوره، خلصت الكلام، هتدفع بس هتدفع مره واحده حاجات بسيطه، كلام فارغ كفرد في قلب عماره بس مأمن نفسك ومأمن عيالك. بقى في رقابه وبقى في ثواب وعقاب واي حد بيتحاسب، فدي حاجه كويسه جدا، فده لمصلحتنا كلنا، يلا نساعد عشان تبقى احسن.